أحبتي، ما سأقوله لكم الآن ليس مجرد خبر عادي، بل مفاجأة صادمة ستجعلنا جميعا نعيد التفكير من نصفق له ومن خان الثقة. اليوم نحمل قلوبنا ونفتح أعيننا، لأن ما يجري خلف الكواليس قد لا يقال في العناوين العريضة. فلنبدأ من البداية، من نجمنا قائد منتخبنا الوطني أشرف حكيمي. نعم، اسمه وحده يكفي لرفع الرؤوس، لكن السؤال الخطير: هل تعلمون من يقف ضده اليوم؟ ليس خصما من خارج النادي، بل من الداخل، من قلب باريس سان جيرمان نفسه. تخيلوا هذا: في سباق الكرة الذهبية خرجت إدارة باريس، وبدلا من دعم حكيمي وجهت كل ثقلها لصالح لاعب آخر، عثمان ديمبيلي. ليس إشاعة بل تصريحات موثوقة. الرئيس ناصر الخليفي قالها صراحة وبصوته: إذا لم تمنح الأصوات لديمبيلي فستكون هناك مشكلة. تخيلوا، دعم علني، ضغوط داخلية، ورسالة واضحة: باريس كلها وراء ديمبيلي، أما حكيمي فليواجه مصيره وحده. لكن المفارقة العجيبة جاءت من الإعلام الفرنسي نفسه. إذاعة RMC سبورت استضافت اللاعب الدولي السابق جيروم غوتي، فكان صادقا في كلماته: لن تكون سرقة إن فاز حكيمي بالكرة الذهبية. لكن في النهاية ليس أنا من يصوت، فالعلاقات داخل باريس لها تأثير، وللأسف ذلك واضح. هل بدأت الصورة تتضح لكم؟ الأمر ليس مهارة فقط، بل من تجالس ومن يدعمك ومن يفتح لك الأبواب خلف الستار. وتتوالى المفاجآت. المدرب لويس إنريكي نفسه، مدرب حكيمي، خرج بتصريح يبدو حياديا في شكله لكنه منحاز في جوهره. قال: أنا لا أؤمن بالجوائز الفردية، لكن ديمبيلي قدم موسما رائعا وساعدنا كثيرا بتمريراته وأهدافه. هل لاحظتم التناقض؟ في البداية يقول لا يؤمن بالجوائز الفردية، ثم يلمح بأن ديمبيلي هو الأفضل. والصحافة الفرنسية بدأت تدق الطبول لحملة من نوع خاص. يجب أن تتوحد الأصوات، كلها تذهب للاعب واحد فقط. ومن هو هذا اللاعب؟ ديمبيلي طبعا. والآن لنسأل أنفسنا بصوت عال: أين هو حكيمي في كل هذا؟ أين هو اللاعب الذي لم يتخلف عن المعارك وكان حاضرا حين غاب الجميع؟ أين هو التقدير؟ أين هو الوفاء؟ تخيلوا المشهد: حكيمي ينظر حوله، يرى دعما عالميا، تأييدا عربيا وإفريقيا، أصواتا تنادي: هو من يستحق الكرة الذهبية. ثم يلتفت نحو ناديه فلا يرى إلا الصمت، بل التجاهل. الوجع ليس في المنافسة، الوجع في أن يدير لك ظهورهم من كان يجب أن يساندوك. أشرف الذي كان حاضرا منذ بداية مشروع باريس حين كان الفريق يقصى بسهولة، هو من وقف، من قاتل، من صنع معهم فصولا من التاريخ. واليوم حين جاء وقت الثناء والتكريم تمت التضحية به. بل والأدهى، حين أتيحت لهم فرصة إعلامية لتقديم الدعم له تجاهلوه، لم يكرموه كما فعلوا مع مبابي، لم يظهروا الاحترام ذاته، بل تركوه وحيدا في المعركة. وهنا يا عائلتي نصل للسؤال الذي يجب أن يسأل: هل هناك عدالة فعلا في كرة القدم؟ أم أن من لا تملك نفوذه لن تنصفك مهارتك ولا إنجازاتك ولا حتى تضحياتك؟ فكروا في الأمر جيدا. وقبل أن نكمل بقية الحديث، اسألوا أنفسكم: هل ما حدث مع حكيمي هو مجرد صدفة؟ أم أن وراء الأبواب المغلقة تدار معارك لا نراها؟ ابقوا معنا، لأن ما سيأتي أغرب من الخيال. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، أستودعكم الله وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، مع السلامة.